السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا فرحانين ومهنيين وانتم تشوفوا في الفيديو. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم واحد الوصفه تاع واد الحلوه جافه بزاف بنينه. تجيكم طريه تذوب في الفم، اللي ذاقها قال سوميشه غصب يحط لنا الفيديو باش نستافدوا من الوصفه. عفوا ما نطولش عليكم، راح نروحوا ديريكت للوصفه. برك نقول لكم خياتي اللي راكم تشوفوا الفيديوهات تاعي، خلوا لي تعليق شباب كيما نتوما، وديروا لي لايك للفيديو، وما تنساوش الا ماكمش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه. ربي يحفظكم ان شاء الله ويفرحكم. الوصفه تاع اليوم فيها حبه بيض تكون في درجه حراره الغرفه، مع 2 ملاعق كبار تاع مرقارين. من الافضل تكون في درجه حراره الغرفه. انا ما كانتش كانت في الفريجيدير كي جبتها كانت شاده روحها، ما كانش ذايبه مليح. المهم زدت لهم نص كاس تاع سكر كلاصي ولافاني، درت بودر ودرت لافاني سائله وقرصه ملح. راح تخلطوا كل شيء مع بعض. الوصفه ما تحتاجش خطوات بزاف ولا تعقيدات ولا. ومن بعدها ضفت لهم ربع كاس تاع بسكوي، اي قاطو كان متوفر عندك في البيت، بيمو هذاك ماكسون ولا اي قاطو تبغي الذوق تاعو. ديري ربع كاس برك منه، وبدا يتخلطي المكونات مع بعضها. قبل ما خلط كنت ضفت ربع كاس تاع زيت نباتي، ربع كاس فقط. هنا خلطت مليح هذوك المكونات مع بعضها حتى ولات لنا بهذا الشكل. الخليط راح يكون كريمي وراح يطلع لكم مليح. هذاك البيض والمارغرين يمتزجوا ولنا كريميه كيما شفتوا في الفيديو. عفوا. ومن بعد حبيباتي بديت نضيف في الفرينه درت كميه قليله، وضفت نص باكي تاع خميره الحلوى ولا ملعقه ممسوحه صغيره، ونبدا نلم في العجينه تاعنا حتى تتجانس وتعطي لكم عجينه ما هي طريه بزاف ما هي شاده روحها بزاف. راح تشوفوا معايا القوام تاع العجينه كيفاه يكون. وهنا يا خياتي راني نوريكم في القوام تاع العجينه. شوفوا كي ديروا هكا بيديكم تكون متماسكه، ما تكونش العجينه تاعكم تتفتت ولا. خلاص تكون واجده. ديروها هكا في بابي فيلم اليمونتير، غطوها مليح ودخلوها الفريجيدار على الاقل 10 دقائق حتى هذيك المارغرين تشد روحها والعجينه ثاني تكون شاده روحها وتقدروا تخدموا بها بطريقه سهله. المهم بعد هنايا ما خرجتها من الفريجيدار ندي كميه صغيره من العجين باه نخدم بها، والعجينه اللي بقات نغطوها ما نخلوهاش للهواء راح تنشف لكم. ومن بعد حبيباتي نبدا نشكل في الحبات تاع الكاطو تاعي. طريقه سهله بزاف، ما تديكمش بزاف الوقت، ما فيها لا طابع لا عفسه هكا غريبه حتى حاجه. شكلوها برك بيديكم، صنعوا حربوش كيما شفتوني درت حربوش يكون ما تخشنوش بزاف هكا باهي الحبات يكونوا شويه معقولين. وثاني كي تدخلوهم للفرن ما ينتفخوكمش بزاف ما يتشقوش من الفوق. ديروهم ما صغار بزاف ما كبر بزاف. راكم تشوفوا القوام تاعها، عفوا راكم تشوفوا في الحبه تاع الحلوى كيفاه راني شكل فيها بهذه الطريقه. طريقه سهله بزاف وقطعتها فقط بالموس. تقدروا تشكلوها بشكل آخر، ولكن أنا فضلت نوريكم طريقة سهلة تقدروا تشكلوها في الدار اللي ما عندهاش ولا اللي بغات هكا تبدل في الشكل. ولا هذا هو الشكل اللي اخترته اليوم. كما راكم تشوفوا حبيباتي بعد ما شكلت هذوك الحبات كنت دخلتهم للفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى حماروا لي من تحت كما شفتوا، ونحيتها من الفرن. راح تقطع لكم كمية مليحة وما تديكمش بزاف الوقت. وهنا يا حبيباتي بديت نزين في الحلوى تاعي. باش زينتها كان عندي معجون تاع الفراوله، ولا نتيا الا كان عندك شوكولا تقدري تغمسيه في الشوكولا، ولا معجون ولا اي حاجه كانت متوفره عندك في البيت. المهم انا درت لها غير معجون ورمته في القطايف هذوك شريتهم واجدين، قطايف هكايا مقسمين قطع صغيره ومحمصين. تقدري تستخدمي كاوكاو محمص ومطحون ولا نواه كوكو ترمديهم في الماء. نواه كوكو راح يجوا بزاف بنان ثاني. والتزيين اكيد يبقى اختياري. انا زينت غير بشويه تاع شيكولا بخطوط تاع الشيكولا من الفوق.
وقدمتهم هنا، ما خليتش الشيكولات جمدت مليح، درتهم ديريكت في لي كيسات على جال الفيديو باه نكملوا بالخف. المهم حبيباتي هذا هو الشكل النهائي، سهله بزاف، والبنه ما نحكي لكمش، البنه هايله هايله، جربوه وردوا لي خبر. آم، هنايا قدمته، راح نقسم لكم حبه تشوفوا معايا الشكل تاعها من الداخل، وتشوفوا باللي طريه كي تاكلوه راح يذوب لكم في الفم، وهذاك الجو تاع المعجون مع القطايف بزاف بزاف بنين، اكيد راح يعجبكم. المهم حبيباتي وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخلوا لي تعليق شباب كيما نتوما كيما قلت لكم، وما يبقى لي نقول لكم غير تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه.